كان الصمت سلاح أحمد ودرعه. في عالمه كانت المشاكل أشباحاً يتفادى النظر إليها، معتقداً أنها ستختفي إن تجاهلها. كان يعيش في بيته كضيف هادئ، يترك زوجته سارة تحمل عبء كل القرارات، من مشاكل ابنهما كريم في المدرسة إلى أعطال المنزل وحتى التخطيط المالي للأسرة. في إحدى الأمسيات جلست سارة أمامه بوجه شاحب. قالت بصوت هادئ يرتجف: مدير المدرسة اتصل اليوم، كريم دخل في شجار مرة أخرى. هز أحمد رأسه ببطء وعيناه مثبتتان على شاشة التلفاز الصامتة. لم يقل شيئاً. كانت تنتظر منه كلمة، رأياً، أو حتى تنهيدة غضب، لكن كل ما أتاها هو جدار من الفراغ. انفجرت فيه: أنا متعبة يا أحمد، أشعر أنني أربي أولادنا وحدي، أنت موجود جسدياً فقط، أنت كأنك شبح. كلماتها اخترقت درعه لأول مرة. في تلك الليلة لم ينم. رأى صور حياته تمر أمامه: صديقه الذي ابتعد عنه لأنه لم يواجهه بمشكلة مالية بسيطة، ترقيته التي خسرها لأنه تجنب الحديث مع مديره عن مشروع فشل. أدرك أن تجنبه لم يكن يحل المشاكل، بل كان يبني سجناً حوله، يعزله عن أقرب الناس إليه. في اليوم التالي وبيدين مرتجفتين بحث عن رقم عيادة نفسية. كان موعده الأول مع الدكتور حكيم أشبه باعتراف مؤلم. تحدث أحمد عن خوفه من المواجهة، عن شعوره بالشلل أمام أي خلاف، وعن وحدته التي صنعها بنفسه. استمع الدكتور حكيم بصبر ثم قال بهدوء: مشكلتك ليست قلة شجاعة يا أحمد، بل هي نمط سلوكي مكتسب يسمى التجنب. الخبر الجيد أنه يمكن تغييره، لكننا سنفعل ذلك خطوة بخطوة. كانت الخطة بسيطة. الخطوة الأولى المشاركة لا المواجهة. قال له الدكتور: هذا الأسبوع مهمتك ليست حل مشكلة كبيرة، كل ما أريده منك هو أن تشارك برأيك في قرار منزلي واحد بسيط. أي قرار. قل: أنا أفضل هذا، أو ما رأيك لو فعلنا ذلك؟ عاد أحمد إلى المنزل وهو يشعر بثقل المهمة. بدت بسيطة، لكنها بالنسبة له كانت كالجبل. بعد يومين كانت سارة تتحدث على الهاتف عن صنبور المطبخ الذي يسرب الماء. قالت لصديقتها: سأضطر للاتصال بالسباك غداً. في العادة كان أحمد ليتجاهل الأمر تماماً، لكنه هذه المرة ابتلع ريقه وشعر بقلبه يخفق بقوة. انتظر حتى أنهت مكالمتها، ثم قال بصوت كاد أن يكون مسموعاً: ما رأيك أن نصلحه معاً يوم السبت؟ لدي بعض الوقت. توقفت سارة ونظرت إليه بدهشة، وكأنها ترى شخصاً غريباً، ثم ارتسمت على وجهها ابتسامة صغيرة مرهقة، ولكنها مفعمة بأمل لم تره منذ سنوات. قالت بهدوء: حسناً يا أحمد، لنجرب. لم يكن الصنبور هو ما تم إصلاحه في ذلك اليوم فقط، كانت تلك الكلمات البسيطة هي أول ضربة معول في جدار السجن الذي بناه أحمد حول نفسه. كانت خطوة صغيرة على طريق طويل وشاق، لكنها كانت ولأول مرة خطوة إلى الأمام. في الأسبوع التالي عاد كريم من المدرسة غاضباً، ألقى حقيبته على الأرض وقال بعصبية: أنا مش رايح المدرسة تاني. نظرت سارة إلى أحمد. هذه المرة لم تتكلم، كانت تنتظر. شعر أحمد بنفس الشعور القديم، ذلك الانسحاب الداخلي، الرغبة في الهروب. لكن صوت الدكتور حكيم تردد في ذهنه: المشاركة مش لازم تحل، بس كون موجود. اقترب ببطء من كريم، جلس بجانبه وقال بصوت هادئ: تحب تحكي لي حصل إيه؟ نظر له كريم بتردد، ثم قال بانفجار:
المدرس بيظلمني والولاد بيتريقوا علي. في الماضي كان أحمد سيصمت أو ينسحب، لكن هذه المرة بقي. لم يحل المشكلة، لم يعطي نصيحة، فقط قال: حاسس إن ده صعب عليك، صح؟ كانت جملة بسيطة، لكنها كانت كأنها باب اتفتح. بدأ كريم يتكلم لأول مرة منذ شهور، ومع مرور الأيام بدأت التغييرات الصغيرة تتراكم وتظهر. أحمد يسأل كريم عن يومه حتى لو رد بكلمة واحدة، يقترح أشياء بسيطة في البيت، يعترف لما يهرب بدل ما يختفي. لم يتحول لشخص المثالي، لكنه لم يعد شبحاً. وفي إحدى الجلسات قال أحمد للدكتور حكيم: أنا لسه بخاف، بس مش بهرب زي الأول. ابتسم الدكتور وقال: ده اسمه بداية التعافي، إنك تحس بالخوف وتختار تشارك ومتهربش. وفي يوم عادي كانوا جالسين على مائدة العشاء، سارة تتكلم، كريم يضحك، وأحمد لم يكن صامتاً هذه المرة، كان موجوداً، حقاً موجود. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، علشان الحكاية الجاية ممكن تكون حكايتك انت.